السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة قالب اليوتيوب يا جماعة وقالب النت كله. بيتكلموا على تحويل الدهنة لسمنة بلدي. طب ازاي الدهنة تتحول لسمنة بلدي؟ وهل الكلام ده صح؟ وهل الكلام ده يتعقل يعني ان الدهنة تتحول لسمنة بلدي؟ تعالوا نشوف واقول لكم انا جربتها واقول لكم بالامانة وبالمصداقية هي فعلا اتحولت لسمنة بلدي ولا لا. بس الاول اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل الوصفات، وما تنسوش طبعا اللايك. علشان خاطر اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو، وكمان كومنت كده حلو منكم. وتعالوا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده جبت الدهنه معايا زي ما انتم شايفين، والدهنه يا جماعه دي من بيت الكلاوي. تمام. هتروحي للجزار تقول له انا عايزه ليا من بيت الكلاوي، ده كان معايا حوالي 4 كيلو دهنة من بيت الكلاوي. أحسن دهنة هتاكليها بجد يا جماعة دهنة من بيت الكلاوي، بتبقى فظيعة جدا وريحتها حلوة جدا وخفيفة ومش تقيلة. وزي ما انتوا شايفين كده عاملة زي الفصوص بصراحة من بعضيها. بتبدأ كده بغسلها الأول، أما أول ما بجيبها بغسلها كويس تحت الحنفية، وبعدين ببدأ إن أنا أقطعها كده، بفصصها كده من بعضيها. هي أصلا سهلة خالص، وبتتخلصي من الكفر اللي هو الشفاف ده وبتتخلصي منه، ملهوش لازمة. تمام. بعد كده هنجيب بقى حلة على النار بعد ما قطعتها وحطيتها على النار بالشكل ده، وبدأت حطيت عليها حوالي كده كوبايتين، اللي هو المج بتاع الشاي، تحط عليهم كوبايتين كده من المية. المية طبعا متقلقوش هتساعد ان هي تنزل كل الدهون اللي بتبقى موجودة في الدهنة، وكمان مش بتهدر معاك، والمية بتتبخر. بدل ما الدهنة هي اللي تتبخر، لا، المية هنا بتحافظ عليها وهي اللي بتتبخر مش الدهنة. تمام. تمام لحد هنا. تمام تمام. لو لسه ما حطيتش لايك للفيديو حط لايك للفيديو. ايوه ماشي انا شايفاك. تمام. وهقلبها بقى شويه كده، وبعدين هسيبها بقى على النار شويه اكني بص هسلق لحمه. تمام سهله. اغطيها بقى اغطي الحله بتاعتي بالغطا بتاعها، بس كل شويه طبعا عيني عليها ما اسيبهاش وامشي من جنبي يا جماعه. هنا طبعا شايفين بقى بتغلي اكني بسلق لحمه عادي خالص. هقلبها برضو بالشكل ده خطوة بخطوة. يا جماعة اسمعوا الفيديو للآخر يعجبكم وما تجرهوش، علشان ما يفوتكوش أي بس معلومة. طبعا تجيبي دهنة اللي هي الجاموسي أو دهن بقري أو دهن جملي أو حتى ليا، يعني المتوفر معاك. بس عايز أقول لكم بجد يا جماعة الدهنة بتاعت بيت الكلاوي دي يعني بجد احسن حته دهنه تجيبيها. طبعا عايزه اقول لكم انتوا عارفين فوائد الدهون. الدهون مش مضره، بالعكس. اعملي ابحثي عن النت كده على جوجل وانت هتعرفي الفوائد بتاعتها. هي مش مضره بالعكس خالص. وطبعا عايزه اقول لكم احسن مليون الف مره من السمنه اللي هي بتاعت الشركات. طبعا اللي هي المهدرجة بقى والحاجات دي، طبعا دي لا مهدرجة ولا فيها اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص. تمام. دي حاجات كده من الطبيعة. بدأت هنا طبعا سبتها طبعا شوية. خلاص كده هي كانت غلت معايا، او سبتها كده حوالي بتاع ربع ساعة. لما يعني شايفين نزلت خالص كده في الحلة، او بدأت سلت شوية او نزلت كل الدهون اللي فيها. طب ايه الشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعة؟ انا ضربتها في الخلاط. تمام. ضربتها في الخلاط. لو انت عايزة تستغني عن الخطوة دي براحتك خالص. تمام. وهقول لكم ليه دلوقتي. بس هضيف مكون معاكم. هو ده لبن. اللبن طبعا كان مغلي يا جماعة وكان دافي. تمام. كان مغلي وكان دافي مش بارد، ومش جايباه كده من الجاموسة على طول ولا من السوبر ماركت على طول، لأ. كنت غلياه، لازم تغليه كويس عادي. وبعدين بتسيبيه لحد ما يهدى كده، يعني يبقى دافي، وبتضيفيه على الدهنة بتاعتنا. تمام. بعد ما ضفته على ده كان كيلو، على 4 كيلو ممكن تحطي كيلو ونص. ممكن تحطي 2 كيلو اللي انتي عاوزاه. كل ما بتزودي في اللبن كل ما بتطلع معاكي كويسة. تمام.
بعد كده هضيف معايا كمان مكون برضو هيخليها كويسة جدا، وهي عبارة كان عندي حتة كده من القشطة، هبدأ ان انا اضيفها معاكم دلوقتي هتشوفوها. وطبعا لو متوفرة عندك، مش متوفرة ممكن تستغني عنها. تمام، بس بصراحة هي كانت موجودة فانا ضفتها حتة من القشطة. هقول لكم بقى انا فرمتها في الكبة او في الخلاط يا جماعة. او طبعا لو عندك هاند بلندر ممكن تحطيه وهو سخن، طبعا بتبدأي ان انتي تفرميه بالهاند بلندر عادي خالص. تمام، دي القشطة اهي حطيتها. تمام، وهقول لكم بقى اكمل لكم بقى الحكاية بتاعتي. اللهم صل على النبي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقى زي ما بقول لكم ضربتها في الكبة او في الخلاط. انا ضربتها طبعا في الكبة عندي عشان الكبة متوفرة معايا. لو مش متوفرة معاك هتضربيها في الخلاط. يعني ضربتين كده. ضربة الخلاط او الكبة دي يا جماعة علشان خاطر ما بتطلعش او بتهدر معاكي الدهنة. لا، عشان تبدأ ان هي تسلي معاك وتنزل معاك كل الدهون اللي في الدهنة. فاهمني؟ وهنا ضفت طبعا معلقة كبيرة كده من الملح، علشان ملح مادة حافظة وبتحافظ لي على الدهنة بتاعتي. وهنا طبعا كانت بسم الله ما شاء الله، شايفين المنظر يا جماعة؟ هنا طبعا لسه ما استوتش، هي لسه ما رقتش خالص. انا هنا ضايفه الورق لوري، ورق اللوري بيحافظ عليها ومادة حافظة. وكمان كنت ضايفة اللهم صل على النبي، اللي عارفين القرنفل، كنت حاطة كده كام واحدة. وطبعا بتديها ريحة حلوة وبتتخلصي طبعا من اي ريحة في الدهنة. وحطيت كمان معلقة خل في المرحلة دي، برضو حطيت معلقة خل علشان خاطر انا بحط المكونات دي يا جماعة عشان اتخلص من اي ريحة للدهنة بتاعتي. تمام، امشوا بالطريقة دي بالخطوات دي ان شاء الله هتطلع معاكم كويسة جدا. تمام. تمام، شايفين بقى اللي هي القطع اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بتاعت الدهنة، بتبقى خلاص بقى كده نعمت. لما ضربتها في الخلاط مش بتبقى قطع كبيرة كده. طبعا انت لو عاوزاها قطع كبيرة خلاص استغني عن ضربة الكبة دي وسيبها زي ما هي. بس ضربة الكبة او الخلاط يا جماعة بتخليها تنزل كل الدهون اللي فيها وما تهدرش معاكي دهنة. فهمتوني؟ يا رب اكون بس قدرت اوصل لكم المعلومة. شايفين بقى المنظر؟ هنا كانت خلاص انا طفيت عليها اصلا النار، وكنت وكان خلاص كده استوت. لما تلاقي اللي هو البواقي بتاعت الدهنة دي لونها بقى لون ذهبي 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 كده فاتح، خلاص هي كده استوت معاك وتبقى خلاص صافية كده زي ما انتوا شايفين اهو في الكبشة. شايفين انا بوريكم صافية جدا خالص، وطبعا مستوية جدا. و شايفين يا جماعة المنظر عامل ازاي؟ لما تلاقيها صافية كده وما تلاقيش فيها اي حاجة كده خالص. وطبعا السمنة طلعت كده على الوش زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم، شايفين بقى حرف الحلة كده بيبقى بيبدأ لونه يحمر، خلاص اعرفي ان هي كده استوت. والرغاوي اللي هي بتبقى ساعات بتغلي كده خلاص بتبدأ تنزل وبتروح خالص منها، اعرفي ان هي كده استوت. وكده 10 على 10. وابدأ بقى احط في البرطمانات المعقمة بتاعتي، وصفيتها وحطيتها في البرطمانات، وتسيبيها بقى كده لحد ما تهدى. تمام. عايزه اقول لكم بقى، يعني هتستخدموها في الاكل، والله العظيم فظيعه فظيعه بجد يا جماعه. ريحتها كانت خيال. عملت فيه طبعا انتوا عارفين اصلا الدهنه جميله جدا. وحطيت طبعا بتحطها للمحشي، بتحطها لاي اكل موجود عندك. بجد يا جماعه حاجه كده خيال. والله العظيم البواقي بتاعتها اللي هي صفتها منها، بصراحه جوزي لما شمها فبقول له شمي دي كده، بيقول لي دي مرته، هات لنا بقى حبه عشان ناكلها. بقول له دي مش مرته، انا مش عامله سمنه بلدي. قال لي لا دي مرته. قلت له والله ما قال لي امال هي دي ايه؟ قلت له دي الحاجات اللي اتبقت من بتاعه اللي. تمام. عايزه اقول لكم بقى اللي هي ايه من الدهنه. بجد يا جماعة ريحتها كانت خيال فظيعة. ودي طبعا بعد ما جمدت حطيتها في التلاجة شوية لحد ما تجمد علشان اوريها لكم. وطبعا بتسيبها بره طبعا التلاجة عادي خالص. وريحتها فظيعة يا جماعة، لازم تجربوها. هي فعلا سمنة بلدي؟ لا طبعا هي مش سمنة بلدي برضو مهما كان الدهنة دهنة، بس ولا ريحتها دهنة ولا تقرب للدهنة. اديها 80% يا جماعة، ايوه 80% قريبة جدا 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 من السمنة البلدي.
تمام. وعايزه اقول لكم جربتها في الفول وفي البيض يا جماعه، ريحتها بجد قسما بالله فظيعه. لازم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات، بالله عليكم اللي يجربها يكتب لي في التعليقات بس بنفس الطريقه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعه وتشيروه.